مساء الفل عليكم. لايف جديد نتكلم على مباراة اليوم بين نادي الزمالك ونادي الاتحاد اللي انتهت بفوز نادي الزمالك 2-1، وحصد 3 نقط قدر ان هم يثبتوه في المركز الرابع. عشان بس ما نقعدش نتكلم كتير، الرابع اقصى طموحنا نوصل الثالث، اقصى طموحنا لو في معجزات بتمشي على الارض ممكن نوصل الثاني، فبالتالي ليس لنا اي مصلحه. دي حاجه. قبل ما ادخل في الفيديو هكون واضح وصريح ومحترم مع كل المحترمين القائمين على الصفحه، سواء اتفقنا في وجهه النظر او ما اتفقناش في وجهه النظر. انا قبل ما اتكلم على المباراة اعتقد، وقبل ما اظهر على الصفحة او على الساحة الرياضية او قبل ما اتكلم في السوشيال ميديا، كنت واضح وكنت بقول ان انا حقاني، ان انا صريح، ان انا ما بهبش حد، ان انا ما بطبلش لحد. اتشتمت كتير من الزملكاوية وقلت الله يسامحكم وعادي، واتشتمت كتير من اهلاوية وقلت الله يسامحكم وعادي. لا انا هعمل خاطر للزملكاويه اللي بيشتموني، ولا انا هعمل خاطر للاهلاويه اللي بيشتموني. انا بعمل خاطر بس لضميري واحترامي لنفسي، لا اكتر ولا اقل. لكل واحد محترم على صفحتي حابب ان انا اقول وجهه نظري بالامانه بالصدق، يا اهلا بيه. لكل واحد عايز يناقشني على الصفحه ويكلمني خاص ويناقشني في كوره باحترام، يا اهلا. لكل واحد يندم على متابعته ليا وزعلان، وان انا طلعت بليله، وان انا طلعت ان انا زملكاوي، وان انا طلعت حصاله، وان انا طلعت كذا، مع انه نفس الشخص دوت من امبارح ومن ساعات بيقول الله ينور عليك وانت من محترمين الزملكاويه وانت كذا. يبقى انا بتكلم مع شخص غير سوي، غير امين، غير اي شيء ممكن حد يتكلم معاه. وجهات النظر بتختلف من شخص لاخر. انا ممكن اقول صح، ممكن يصبني الصح، ممكن اقول كلمة غلط، لكن مش هطبل لك كونك انت اهلاوي، ولا كون هطبل لك كونك زملكاوي. عمرك اي حد بيتابعني، حتى لو 2 بيتابعوني في الصفحة، ما هتبقى غالي عندي اغلى من نادي الزمالك. كون ان انا اشتم في نادي الزمالك وهاجم نادي الزمالك، عمرك ما هتكون اغلى عندي من الزمالك. عشقي من الطفولة وحبي الوحيد والأخير هو نادي الزمالك. فأنا النهاردة بقول كلمة حق وبقول حاجة، وتعالى ناقشني وتعالى نتكلم وتعالى نشوف. أنا مش هقدر أتكلم مع أي حد بيتكلم بالأسلوب دوت، ولا الشتايم اللي جات لي ما بين الشوطين، ولا الناس المحترمة اللي بعتت لي شتايم على الصفحة، عشان أنا بتكلم على كلمة. النهارده حصلت مباراه بتاعت نادي الزمالك، كوره بالعرض بدون اي ضغط بدون اي شيء، الكوره مرفوعه تيجي في راس اللعيب تطلع كوره من قدامه، يحاول يجري عشان يلحقها، يتزحلق، ياخدها زيزو. 2 لعيبه من الزمالك على 3 لعيبه من الاتحاد على جون لسه واقف، بروح زيزو معدي لعب الكوره من جنب اللعيب زيزو خدها حطها من فوق الجون. انه روح رياضيه مش موجوده. ولا كل واحد يقع على الملعب او كرة ما يستلمهاش صح او كرة ما يعملهاش اي حاجه صح، واقف في الملعب، كابتن بعد اذنك انت كويس؟ طب العب. ايه ده؟ هي كرة قدم ولا كرة نسائيه؟ انه الروح الرياضيه بتطالبوا بيها؟ انه روح رياضيه لعيب وقع من 3 ثواني والجون كله 10 ثواني؟ انه روح رياضيه؟ المفروض انا بستغل كده. ده لو حد بيفهم، ولو حد عنده فكر، ولو حد عنده ذره عقل. الجون اللي اتحسم لمانشستر يونايتد وقدر ياخد بيه الدوري كان قدام جيرحلق، وبعد كده اللعيب خد الكوره وراح على الجون وجاب جون وخسرت ليفربول بطوله الدوري. فين الكوره اللي غلط؟ فين عدم الروح الرياضيه؟ فين الكلام اللي انتوا بتقولوه كلام كله مرسل؟ هل نادي الزمالك ليه مصلحه ان انا اطبل له واقول له لا انت المفروض تكون تطلع الكوره وحاجه زي كده، زي بعض اليوتيوبر الزملكاويه المتلونين؟ بكل امانه لو عايز تعرف اليوتيوبر الزملكاوي المتلون، اظهار معاه في الحقيقه. وناس بالاسم، اسلام علوي، خالد الكردي، بالاسم يسمعوني ما يسمعنيش ايا كان، يطلع يقول لك ان الكره ديت حرام ان الزمالك يجيبها ولا يليق بنادي الزمالك، والزمالك المفروض يطلعها، عشان 2000 واحد 100,000 واحد يطلع تقول له برافو. كومنت المحترم، انت اكتر واحد محترم.
اطلع يا اسلام يا علوي، واطلع يا خالد يا كردي، اطلع قول كلمه مش على هوا. الناس اللي قالت لك انك محترم او مش محترم قسما بالله هيلعنوا اسلافك. هي دي الحقيقه، هي دي السوشيال ميديا، ودي ضريبه السوشيال ميديا. السوشيال ميديا انا ليا راي بقول، يمكن صح ويمكن غلط. هل انا رايي بيبقى مجزم عليك؟ لا. هل انا رايي بقوله لازم يتنفذ؟ لا. ممكن اطلع غلط وممكن اطلع صح، لكن بقول اللي بيملى عليا ضميري. مش بقول اللي انا كنت ممكن استغل الجون ده واطلع اقول لك ان الجون الزمالك ما كانش المفروض يجيبه. ومحدش شاف اكتر من الصناديلي شتم وهاجم نادي الزمالك اسوأ من 100 مره. والناس كتير طلعت شتمتني وقالت لي انت كذا وانت كذا وانت كذا، واغلبيه اصحابي وقرايبي وكل الناس اللي انا اعرفهم وكل الناس القريبين قطعوا علاقتهم بيا. ومع ذلك انا ولا فرق معايا اي حد، لان انا بقول اللي بيملى عليا ضميري. لكن فكر بمنطق العقل. كل الكور، اما الكور بالجوان بتيجي اخطاء. هل اللعيب وقع؟ هل اللعيب تحت التحام؟ هل اللعيب كان واقع بقاله فتره والزمالك ما طلعش الكوره؟ هل نادي الاتحاد كان بيطلع الكوره ونادي الزمالك خطفها؟ لا، مفيش اي حاجه من الكلام ده. كوره ملعوبه، اللعيب لعبها بقوه، اللعيب لما جه استلمها بالخطا، ما عملش حسابها صح، خبطت في وشه، طلعت قدامه، لقى زيزو جاي، حاول يجري، اتزحلق. انا مالي؟ بنوا منطق وبنوا عالي تقولوا ان الكوره ديت فيها ما فيهاش روح رياضيه. هل انا بدافع على نادي الزمالك؟ هل انا بدافع ان احنا بننافس على دوري؟ انا قلت لكم في اول الفيديو رابع، اقصى طموحنا ثالث، معجزه ان احنا نوصل الثاني. يعني غير مستفيد. هل الزمالك لو خسر النهارده هيحصل حاجه في المركز الرابع؟ لا، هيفضل برضه رابع، وما كانش هيحصل اي شيء خالص. لكن شتايم وهجوم عشان انا بقول كلمه حق للمره الالف. ورساله لكل الناس اللي بتسمعني، انا زملكاوي ابا عن جد، وانا مش متزملك، وانا ما بطبلش للاهلاويه. وانا لما طلعت شكرت في الاهلاويه، شكرت فيهم امبارح وقلت ان هم اتظلموا. هل انا بطبل لهم؟ لا. هل انا باخد رضاهم؟ لا. لو انا عايز اخد رضاهم كنت جيت النهارده وقلت ان نادي الزمالك ما كانش صح تجيب الجون، وانا متاكد ان انا كنت هلاقي كميه كومنتات احترام. ولو طلعت في الفيديو النهارده واتكلمت وقلت ان جون نادي الزمالك ما كانش محترم وما كانش فيه رياضيه، كنت خدت مليون شابوه، مليون محترم، مليون كذا. بس انت يا محترم يا اللي بتقول عليا ان انا محترم، هتحترمني بعد كده؟ عمرك ما هتحترمني. عشان تبقى عارف ان انا عديم الضمير. انا ما بدورش غير على مصلحتي، انا ما بشوفش غير نفسي، انا بدور على الريتش، انا بدور على كذا. واعتقد ان انا كنت واضح مليون في المية من اول لما دخلت المجال دوت، من اول لما اتكلمت قلت انا اقول كلمة الحق حتى لو كانت على رقبتي. استوديو التحليلي بتاع اون سبورت بعد اثناء المباراة ما بين الشوطين طلع سيف زاهد الاهلاوي قال لك جون مفيش مشكلة فيه. شادي محمد كابتن نادي الاهلي واكتر من شال بطولات في النادي الاهلي طلع قال لك ان الجون سليم، مفيش مشكله، اللعيب مفيش مشكله خالص، بدليل ان اللعيب نزل بعد اثناء على طول بعد الكوره، ولا كان عنده اصابه ولا كان عنده شيء، وهو اللي استلم الكوره خطا، والكوره كان طبيعي ان يستغلها زيزو. ايمن يونس قال كده، حازم امام قال كده، الكل اجمع قال كده. هات لي واحد محترم عنده عقل بيفهم، عنده ذره ضمير، عنده ذره كرامه، يقول ان الكره ديت كان مفروض روح رياضيه كذا. ولا انتوا سخنتوا على سخنان زوران مدرب بتاع نادي الاتحاد؟ اعتقد المنطق عندكم ميت، انتوا ما عندكوش عقل. لبعض الناس اللي شتمتني وقالت ان انا مش حقاني وقالت ان انا اسف ان انا كنت متابع بالسلامه، وكلمتي كانت واضحه بالسلامه. انا بحترم كل واحد موجود على صفحتي وجزمته اعلى من راسي وعلى راسي، وبحترمك طول ما انت بتتناقش معايا بالاحترام والادب. لكن انت لو انت موجود على الصفحه عشان اطبل لك، يبقى انت موجود في الصفحه الخطا. حتى لو الصفحه دي اتقفلت، لا الصفحه دي بتدخلي فلوس، ولا انا مستخدم السوشيال ميديا لفلوس، ولا انا بيدخل لي ربع جنيه من السوشيال ميديا، ولا انا بستفيد اي شيء ان حد يقول عليا برافو عليك، ده انت مشهور، ده انت معروف، ده الناس بتسمعك. انا ولا يفرق معايا الكلام ده. واعتقد كنت واضح من بدايه السوشيال ميديا، بدليل ان انا جيت على اغلى حاجه انا بحبها هو نادي الزمالك. ولما انا بطلع بشكر في النادي الاهلي لان النادي الاهلي يستحق الشكر، ولما انا بطلع
بقول برافو النادي الاهلي لانه يستحق ان يتقال له برافو، ولما اطلع بقول ان النادي الاهلي اتظلم لانه يستحق ان يتقال ان هو اتظلم. لكن هل انا بطلع بقول الكلام ده عشان اطبل له عشان ارضي الناس؟ عمرنا ما هنرضي الناس. الناس كلها بتفكر بادمغه مختلفه، والكمال دايما لله وحده. دي بس عشان اي حد اتكلم النهارده معايا باسلوب قذر، اسلوب ما ينفعش ان حد يستحمله، عن اي حد النهارده لغى متابعتي. انا مبسوط انك لغيت متابعتي، مع الف سلامه، ولا تفرق معايا ادام ما فيش عندك نقاش ولا منطق ولا اي شيء. ممكن نختلف في وجهات النظر، كلمني واكلمك، ترد عليا ورد عليك، وبعد كده ننهي المناقشه باحترام. لكن هجوم وشتايم والغاء متابعه، مع الف مليون سلامه، لان الناس ديت هواة كوره، مش ناس كرويه ومش ناس محترمه الواحد ممكن يحترمها. ندخل لمباراه الزمالك. نادي الزمالك النهارده تحت قياده اسوريو لاول مره يلعب مباراة كويسة، والأول مرة أنا بعضمة لساني هاجمت المدير الفني، بعضمة لساني قلت المدير الفني ده عايش في كوكب إحنا ما نعرفوش، ولكن الراجل بدأ يطبق فكر، الراجل بدأ يطبق نظام. الزمالك لعب الشوط الأولاني ما أحلى الأشواط اللي ممكن يلعبها نادي الزمالك، وكالعادة الشوط الثاني الزمالك بينهار بعد دخول عبد الغني بيه والزناري بيه والناس الحلوه الجميله ديت اللي دخلت خربت المباراه. كان ناقص عمر جابر عشان تخرب وعشان تكمل، لكن نادي الزمالك النهارده كان جيد في الشوط الاولاني. نادي الزمالك بيحاول يطبق فكر، نادي الزمالك بيهاجم هجوميا قوي جدا. نادي الزمالك فعلا بيفتقد لعيبه تفهم فكره الراجل ديت وتفهم دماغ الراجل ديت، لان الراجل عنده فكره عايز يطبقه. الراجل بيستخدم قوه هجوميه غاشمه في الهجوم، لكن بيمتلك لعيبه دون المستوى، بيمتلك لعيبه ما عندهاش مهارات، بيمتلك لعيبه انانيه النهارده زي اكتر من كره كانت ممكن تتلعب لزيزو وما اتلعبتش، بيمتلك خط دفاع هاوي. هي دي مشكله الراجل اللي عمله النهارده. نادي الزمالك مع اول حد بيهجم عليه بيتعر زي ما بيقولوا بدون اي انفاق وبدون اي تطبيل. ناس هتطلع تقول لي مبروك للزمالك، مبروك للزمالك الفوز، لكن الخطه دي الراجل بيجرب. وانا عندي كلمتي ان احنا لو قابلنا فرقه محترمه زي النادي الاهلي او زي بيراميدز او زي فيوتشر تمتلك لعيبه عاليه، تمتلك كواليتي عالي، عندها الجراءه انها تهاجم عليك بكل خطوطها، اعتقد نادي الزمالك مش هيعرف يفوق من الاجوان اللي هتدخل فيه. بنهاجم كويس، نص الملعب بتاعنا فاضي خالص 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 بطريقه غريبه جدا. خط دفاع 3 في خط الدفاع. النهارده لاول مره بلاقي حمزه المسلوسي بيلعب في النص، حسام عبد المجيد على الشمال، محمد طارق على اليمين. تشكيله غريبه جدا بيحاول يطبقها، ونزل الشوط الثاني الزناري ونزل الثاني اللي معاه محمد عبد الغني بعد فتره غياب كبيره جدا. احمد ابو الفتوح متميز جدا في نص الملعب لكن عصبي جدا النهارده، وكان يستاهل الطرد في اكتر من كوره، في اكتر من شتيمه، في اكتر من غلطه، من اكتر من ضربه برده ضربها في وش اللعيب. هو كان عصبي، وما ينفعش يكون كابتن يكون عصبي بالمستوى اللي هو كان فيه. هو كان النهارده كان دينامو كويس في نص الملعب، لكن كان عصبي قوي وكان يستاهل الضرب اثناء المباراه. جاب جون عالمي النهارده، لكن للاسف الجون كان اوف سايد، واعتقد بنسبه 100% ان هو كان اوف سايد سليم. لكن انا عندي كلمتي، نادي الزمالك فاز، نادي الزمالك بيهاجم كويس جدا، لكن نادي الزمالك بيمتلك خط دفاع بقياده الخطه ديت ونص ملعب فاضي 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 فاضي. داخلين على ماتشات جامده جدا، هي الاختبار الصعب بالنسبه لنا. كلنا شفنا نادي الاتحاد في الشوط الثاني ضغط نادي الزمالك وكان ضيع كوره وكورتين وثلاثه. كان سهل جدا نادي الاتحاد ان هو يتعادل، وده اللي انا قلت عليه. انت بتهاجم كويس قوي، لا عندك اللي يخلص، اللي قدام للاسف دون المستوى، اللي قدام عاديين جدا. مصطفى شلبي مع كل احترام بيجري وبيجتهد وبيعمل كل حاجه لكن عادي غير مؤثر. زيزو عايز كل كره ليه ما بيعملش حاجه بيها. الجزيري ومدرك الجزيري اي كوره خاطفه بيجيبها جون، مش مشكله. مش دي النجوم اللي احنا نبني عليها، مش دي النجوم اللي تنافس على مستوى كبير زي مستويات افريقيا، زي النادي الاهلي لما بينافس او الوداد او الفرق القويه او بتبني فرقه قويه. في وجود اللعيبه ديت انا عند رايي وانا عند كلامي نادي الزمالك بيفتقد لعيبه سوبر هي اللي ممكن تحركه. غير كده اي حاجه تتقال حاجه النهارده وتطلع تطبل لنادي الزمالك فهو فجر، فهو قله راي، فهو انتماء غلب عليك. لكن نادي الزمالك فعلا دفاع وحش جدا جدا جدا، خط النص وحش جدا جدا جدا،
وانت لحد النهارده ما قابلتش فرقه هجوميه طمعانه فيك. اي فرقه هتهجم على نادي الزمالك من الاطراف او من العمق هتسبب خطوره كبيره جدا. وهل مستوى صبحي وهل مستوى عواد باللي هم الواو اللي ممكن يشيلوا كوارث الدفاع؟ ده انا ما اعتقدش خالص. الاثنين للاسف في نفس المستوى، عاديين جدا، ما فيهمش القوه. نادي الزمالك لازم يراجع نفسه في الخطه اللي بيطبقها اوسوريو. هل هو مدير فني محترم؟ مدير فني محترم. هل هو مدير فني بيحاول يطبق خطه معينه؟ بيحاول يطبق خطه معينه ودماغه كلها رايحه للفكر الاوروبي. لكن هل الفكر الاوروبي دي يتناسب مع القماشه اللي عندك؟ انت بتفتقد قماشه عندك للاسف سيئه جدا جدا جدا، ودي اللي عامله لك مشكله، ودي اللي عامله لك قلق. فاي حد بيهجم عليك للاسف بيروح على الجون وبيقدر انه يعمل خطوره كبيره عليك. انت مع فرقه زي الاتحاد مع كل الاحترام ليها، فرقه عاديه بتمتلك لعيبه مستواها عادي جدا، لكن في فرق كبيره جدا مش هيرحموك، والكور عندهم هتبقى اجوان 100%. نادي الزمالك لازم لو عايز يطبق الفكر اللي بيطبقه اوسوريو يبقى لازم يمتلك 7 8 9 لعيبه جداد، لعيبه سوبر، لعيبه بتاعت منتخبات، لعيبه عندها خبره كبيره جدا عشان تقدر تطبق الفكر اللي حصل. هجوميا الزمالك ممتاز، لكن دفاعيا وخط وسط نادي الزمالك مهزوز جدا جدا جدا. واحد يقول لي يا عم انتوا كسبتوا 2-1، مش ده المكسب، مش ده المكسب المطمن، مش ده المكسب اللي انت تقدر تبني عليه فرق. انت كده هتبقى بتنافق نفسك قبل ما بتنافق الناس المحترمه اللي احنا بنتكلمهم، اللي انا المفروض الناس دي مستأمناني ان انا اقول كلمه حق حتى لو كانت على حساب فريقي. نادي الزمالك محتاج فوان، محتاج لعيبه. نادي الزمالك كل الخوف من مواجهه النادي الاهلي، من مواجهه فيوتشر، من مواجهه بيراميدز. الناس فرق ديت هيبقى المختبر او الاختبار الحقيقي اللي هيحصل لنادي الزمالك. لو النادي الزمالك قدر بالخطه ديت واللعيبه تمعنت الخطه ديت واللعيبه اتقنت الخطه ديت بجداره وقدروا يثبتوها قدام 3 فرق اقوياء زي فيوتشر وبيراميدز والنادي الاهلي، اقدر اقول لك ان الراجل ده نجح. لكن لو الخطه دي اثبتت فشلها، ودي للاسف كل الاحتمالات من جوايا انا من وجهه نظري ان هي هتفشل قدام الفرق الكبيره، ومش هنعرف نستحمل منهم دفاعيا، لان ساعتها هتبقى الفرقه متعوده على الطريقه ديت وعلى طريقه 3 في الدفاع وعلى طريقه الاجنحه دايما بتكون طايره قدام. فبالتالي لو دخل فينا جون عمرنا ما هنعرف نعوض، وبالعكس احنا ممكن يدخل فينا الثاني والثالث والرابع. فالاختبار الحقيقي للراجل ده في ال3 4 ماتشات. عندنا الماتش الجاي غزل المحله، بس اعتقد هنلعب فاركو الاول في الكاس، وبعد كده غزل المحله، فيوتشر بيراميدز النادي الاهلي، وبعد كده دخل الدوري ونشوف البطوله العربيه اللي لو رحنا بنفس المستوى بنفس اللعيبه بنفس كل شيء بنفس الخطه اللي احنا شغالين عليها دلوقتي 100% هنخرج من البطوله العربيه دي حصاله، لكن فضيحه هتبقى على الشرق الاوسط، لانها هتبقى فضيحه عربيه افريقيه اسيويه. كل شيء هيحصل فيها. نادي الزمالك محتاج فوان، نادي الزمالك محتاج مجلس اداره يقدر يبني على لعيبه تقدر تيجي في نادي الزمالك تشرفه. كل الاحترام لكل الناس اللي موجودين في الصفحه، انا بحترم الصغير قبل الكبير، لكن انا فعلا النهارده انفعلت من كميه الهجوم، من كميه الشتايم، من كميه الشتايم اللي على الخاص النهارده جات لي. الناس بتستخسر بيقول لك بلاش نشتم على الوول عشان ما نتوقفش من اداره الفيسبوك، يبعتوا لك على الصفحه على الماسنجر بتاع الصفحه وشتايم شتايم شتايم. كل ده بس عشان كلمه حق انا قلتها او كلمه من وجهه نظري، وانا ما رحتش ناحيه الرايجه وقلت روح رياضيه مش روح رياضيه. الجون سليم، والناس كلها بقول لهم جون سليم، يقول لك يا عم مين قال لك ان الجون مش سليم؟ انا بتكلم عن الروح الرياضيه. اعتقد انا معنى بتاعي واضح ان انا بتكلم سليم، يعني كل الروح الرياضيه موجوده فيه، مفيش حاجه اسمها ما فيهاش روح رياضيه. مش معنى ان اللعيب بيستلم الكره خطا، مش معنى اللعيب ان هو اتزحلق ان انا اقف واستنى عليه. انه منطق وانه عقل. انا ماليش مصلحه ان انا اطبل للزمالك، مش هيبقى عندي اغلى من الزمالك ان انا عشان اطبله، لكن مش هطبل للزمالك ولا اطبل لاي حد ولا اطبل للاهلي ولا اطبل لاي شيء غير ان هو يستحق. ولو الناس النهارده اللي اخذت متابعتي والناس النهارده اللي شتمتني، انا النهارده كنت لو انا في وجهه نظرك ان انا بطبل لنادي الزمالك، يبقى تاكد ان انا كنت بطبل للنادي الاهلي. وبصراحه النادي الاهلي ما يستحقش التطبيل، لان كل كلمه قلتها كانت صريحه وكانت حق. تقبلني وانا حقاني على راسي، ما تتقبلنيش وانت بتتكلم معايا باحترام برضو على راسي. طولت عليكم لكن مش محتاج اقول اكتر من كده. انفعالي وطلعته، ويا ريت الناس تفهم، ويا ريت الناس قبل ما تهاجم شغل عقلك
وقول واحسب واتفرج على الكوره، بلاش الاندفاع، بلاش الانتماء يغلب على عقلك. سلام عليكم.